ازيكم؟ اهلا بيكم. ارجو ما اكونش اتاخرت عليكم في الفيديوهات واكون برد على كل الكومنتات بتاعتكم واسئلتكم كلها، وما يكونش في حد عنده سؤال وما تردش عليه يعني. امريكا افضل ولا كندا؟ وايه الفرق بينهم؟ في الاول حابب اعرفك ان كندا حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده مش كندا بتاعت زمان. كندا دلوقتي واقعه جدا يعني. زيها زي امريكا، برضو امريكا واقعه جدا، بس امريكا لا تزال مش بنفس الدرجه اللي كندا فيها يعني. عارف الحال اهدى شويه. انت طبعا لو متابع هتبقى عارف كلامي، عارف ان في ناس كتير قوي بتشتكي من كندا بسبب سوء الاحوال الاقتصاديه. ما فيش عندهم منتجات، يعني في ضمن البلاد اللي انت بتسمع عنها يقول لك احنا مثلا الفقراء مش لاقيين اكل. لا، في كندا انت حتى لو معاك فلوس ممكن ما تلاقيش الاكل اصلا في السوبر ماركت وحاجات كده. طيب، الامان في كندا ولا في امريكا؟ خليني اقول لك برضو ان في كندا الدنيا مش سايبه قوي زي امريكا، ولكن هو شبه ان مفيش حكومه اساسا، يعني مفيش بوليس. يعني عارف انت لو اتصلت بالبوليس عشان يجي يلحقك ممكن ما يردوش عليك، ممكن يفضلوا لاطعينك بالخمس ست ساعات وما تلاقيش حد جالك في الاخر. يعني انت وحظك، لان كندا الناس دلوقتي بتهج منها كلها. انت عمرك دلوقتي ما تشوف حد عايز يروح كندا زي الاول، مفيش اقبال عليها، الناس بتمشي من كندا. هجرة كندا بقى، يعني تعال نقارن بقى في الهجرة. هنا الامريكا اللوتري الهجره بتاعتها التقديم ببلاش. لو اتقبلت ساعتها بتدفع فلوس، بتدفع 30 $330 رسوم المقابله بتاعت السفاره لو اتقبلت. لكن في الهجره بتاعت كندا مش عارف تدفع $160 تقريبا علشان تخش اللوتري بتاعتها اساسا. مش لو اتقبلت، لا، ده عشان بس تخش اللوتري بتاعتها. لا، فهنا بقى امريكا تكسب في الحته دي، لان امريكا الهجره بتاعتها ببلاش وانتوا عارفين، يعني ما بتدفعش فلوس غير في الحاجه اللي انت ضامنها يعني. انت ممكن تديهم ال $160 بتوع كندا وفي الاخر ما تتقبلش يعني. وفي ناس بتقعد سنين ما تتقبلش، في ناس بتقعد سنين ما تتقبلش. فانا انصحك انك لو محطوط في الاختبار ده ومحتار مش عارف تروح امريكا ولا كندا، لا، روح امريكا، اتجه على امريكا. طيب، الاقتصاد هنا في كندا شبه انه منعدم. يعني عارف انت لازم تبقى صاحب انت البيزنس بتاع نفسك، زي مثلا ايه، تفتح لك ورشة عربيات. اعتمد في ان انت تجمع فلوس من الناس، مش من حاجة. يعني انت اعتمد ان انت استثمارك كله هتبقى بالتارجت البشر العاديين في الحاجات الرئيسية، لان هم حارمين نفسهم دلوقتي من الترفيه. لان انت عارف يعني كل واحد قاعد في بيته ويا دوبك بياكلوا وبيشربوا الحاجات الاساسيه. فامسك في الاكل و وايه تاني، المواصلات حتى هتلاقيها قليله جدا، لان هم فين وفين لما تلاقي الناس بتتحرك، كل الناس قاعده قافله على نفسهم. وتالت حاجه الايه السكن في كندا. بس اللي انا حابب اقول لك عليه، يعني انت لو هتروح كندا، اعمل حسابك ان انت مثلا تفتح لك مش مطعم، لان المطعم مش هيشتغل في كندا، على عكس امريكا. لو رحت فتحت مطعم في امريكا هيشتغل وهتتغني وهتعمل ثروه بسرعه جدا يعني. طيب، لو فتحت اوتيل في كندا ممكن يضرب وممكن ما يضربش حسب سعرك وحسب اللي انت بتقدمه. طيب، في الحالات اللي زي دي انت محتاج ان انت تعالج احتياجات الناس، بمعنى ده الكلام ده في كندا. تصلح عربيات مثلا، الناس ممكن عربياتها تضرب، ساعتها هيضطروا يجوا لك لو معرفش هو يصلحها. ممكن تفتح مثلا زي السوبر ماركت هيكسب جدا في كندا، وهي دي الحاجات اللي انت ممكن شفت يعني. هي دي بس الحاجات اللي انت ممكن تعملها في كندا. يعني الدنيا هناك متقفلة بشكل غير طبيعي، بسبب زي ما قلنا ان مفيش حد عايز يصرف دلوقتي فلوسه في حاجة. واي حد في كندا معاه فلوس مدكنها، لان هو اصلا مش عارف الفلوس ما بقاش ليها قيمة في كندا. الفلوس في كندا ما بقاش ليها قيمة. فخد بالك من الموضوع ده، على عكس امريكا. امريكا الفلوس ليها قيمة، وبس بقت صعب ان انت تجيبها بسبب ان جو بايدن معلي الضرايب ومقفل الدنيا، ومدخل مهاجرين غير شرعيين بيسرقوا وبينهبوا، والدنيا يعني صعبة في امريكا برضو. بس لا تزال مش اصعب من كندا. طيب، انا نصيحتي ليك بقى انت كشخص. انا عارف في ناس ممكن اصلا ما تتفرجش على الفيديو وتسمع الفيديو بودكاست. طيب، انا معاكم في الحته دي كويس جدا. يعني انت فكره حلوه ان انت اصلا ممكن ما تشوفش الفيديو بس تسمع الفيديو، ممكن تنزله في الداونلود وراكب عربيتك ولا اي حاجه ولا راكب مواصلات تسمع الفيديو برضو يعني. كنوع من انواع التسليه، يعني هو اعتبره بودكاست كاني بكلمك بالظبط، كانك قاعد قدامي بكلمك مش بتشوفني من كاميرا، لا. بس فانا نصيحتي ليك انت شخصيا، انت طبعا انت عايز تعيش حياه كويسه، عايز تعمل اسره. سواء انت حتى عندك اسره ولا لا، عايز تكبره وعايز تعيشه حياه كويسه. طيب، في الحالات اللي زي دي روح امريكا. بس لو جات لك فرصه انك تشتغل في دول الخليج لحد ما امريكا تقوم تاني، اعمل كده.
انا ارشح الموضوع ده جدا جدا جدا، وانا داعم ليك درجه اولى كمان. لو جات لك فرصه في دوله من دول الخليج، روح اشتغل، اعمل ثروه واطلع على امريكا على طول. خد الجنسيه يا معلم وعيش طول حياتك برنس. اشتغل لك سنه ولا سنتين في دول الخليج، اعمل حسابك على كده. تشتغل سنه ولا سنتين في دول الخليج وما تدورش على ترفيه خالص. خلي جهودك كلها وتركيزك انك تعمل مبلغ من المال، تنشأ ثروة، لأن دي اللي هتروح بيها أمريكا، دي اللي بقى اللي هتخليك تعيش مرفه طول حياتك. حتى لو عايز تروح الدولة اللي أنت كنت جاي منها، اللي هي الدولة الخليجية اللي أنت جاي منها، روح وعيش فيها. أنت خلاص بقى معاك فلوس في أمريكا وبقيت صاحب بيزنس وخلاص بقيت راجل تقيل يعني. طيب، أوروبا. أوروبا يعني أوروبا أحسن ولا أمريكا؟ بص، في الحالات برضو يعني، شوف في أمريكا في عصر التدهور اللي هي فيها، هقول لك روح أمريكا برضو. اوروبا بس الميزه اللي فيها ان انت مش هتدفع فلوس تعليم ومش هتدفع تامين صحي. التامين الصحي مجاني لكل مواطن هناك. لكن غير كده يا دوبك الفلوس اللي هتعملها على قد اكلك وشربك. تمام، ده في اوروبا. ومش عايز الاقي ارجوكم حد يقول لي غير الكلام ده غير كده في الكومنتات، لان انا والله شفت نماذج كتير قوي 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 قدامي وكلهم بالمنظر ده، ونماذج بقالهم في اوروبا كتير. فاللي هتيجي تقول لي بيقبض 6000 يورو في الشهر ولا 10000 يورو في الشهر، انت بتحلم والله. فانت اللي محتاج تراجع نفسك مش انا. وارجو اكون برضو فدتكم في الحته دي، لان الفيديو ده كان في ناس كتير قوي طالباه وعايزه تعرفوا امريكا ولا كندا، وابني نفسي ازاي فابني بلد. فانا ارجو اكون لخصت لك الحل ده وجبت لك الحل. وبرضه اتمنى ما اكونش طولت عليكم في الفيديو. ولو انت شايف الفيديوهات بتاعتي طويله شويه، زي ما بقول لك ممكن تنزلها وتسمعها في بودكاست في الوقت اللي انت فاضي فيه. سايق عربيتك مثلا عايز تشغله في العربيه تسمعه، عايز انت راكب مواصلات عايز تسمعه، قاعد ما بتعملش حاجه مريح عايز تسمع الفيديو، مفيش مشكله. يلا، وقول لي رأيكم في الفيديوهات. مهتم جدا، مهتم فعلا ان انا اعرف رأيكم في الكومنتات. يعني انا فعلا مهتم وبشوف الكومنتات كلها بنفسي. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تديني واحد لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة بسرعة في القناة دلوقتي، عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يعني هي قناتنا كلنا مش قناتي لوحدي. يلا، عشان نبنيها مع بعض. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو.